في المطبخ المصري اخر مثلا 10 سنين ابتدى يظهر حاجه. انا رايي ان احنا جايبينها من اسيا، يعني ما اعرفش، هنعرف دلوقتي من صديقي محمد شردي، وهي الليمون جراس. احنا طول عمرنا لما بنحب طعم الليمون بنحط ليمون في اكلنا. يعني بقى في بعد كده حاجه انا مش عارف هي جايه من جنوب شرق اسيا ولا لا، هنتاكد دلوقتي، اللي هي الليمون جراس اللي قدامكم ده حشيش يعني مش عارف اسمه ايه، يعني زرع، يعني بيدي نكهه الليمون الجامده اكن قشر ليمون. ده جنوب شرق اسيا يا محمد فعلا، بص صح؟ هو منتشر جدا، ولكن هو ينتشر عندنا ايضا دلوقتي انتشر عندنا. لا، ده انا عايز اقول لك ان سينا وسيوه يقول لك ايه حشيشه الليمون، وبتشتريها منهم مجففه في اكياس. وموجود عندنا طول الورق عمرها، موجوده من زمان جدا، بس ما كناش عمرنا بنستخدمها، ما صح؟ كناش بنستخدمها كتير، كنا نستخدمها طبيا، اللي بطنه وجعاه، اللي عايز يعمل حاجه، اكتر منها في الطبيخ وفي الاكل. أوكي. رغم ان هي عنصر اساسي جدا في الطبيخ والاكل بس العادي. بدل الليمون ولا مع الليمون؟ مع الليمون، لان هي مختلفه، ما انت حسب كميه الليمون اللي انت عايزها. الليمون لو انت حطيته على الطبيخ انت معلم بقى، لو انت حطيت الليمون على الطبيخ من بدري يمرر، دي لا. اوكي. دي تحطها من بدري مع الطبيخ تديك طعم الليمون من غير ما تمرر لك الليمون يتحط في الاخر، الليمون يتعصر في الاخر، وقشر الليمون يتحط في الاخر، صح؟ يتعصر دي بورسعيدي، صح؟ جامد قوي. لولا ان انا عارفك كنت قلت لك اسكندراني بس عشان عارفك. بس انا عايز اقول لك حاجه. بص، الليمون جراس كذا حاجه. انا لما بتحكه كده لا ما بيطلعش قوي الريحه يعني. ثانيه واحده. ده الليمون جراس اهو. اوكي. دي عشبه الليمون الاساسيه اللي انت بتشتريها من السوق دلوقتي. بص مطلعه جدر اهي. انا هشيل كده عشان اوريك. هشيل الجدر اهو. شايف الجدر ده اللي انا شيلته؟ انا هحطه تاني هيطلع، مالكش دعوه. ولكن ادي عشبه الليمون اللي انت بتجيبها اللي تحت دي اهي، انت بتشتريها كده في السوبر ماركت. اوكي، صح؟ وريني كده اهو. اعمل كده، شم، دوس عليها. اوكي اهو. ايوه. ايه رايك؟ عامله زي البصل الاخضر شويه وتاخدها هي ناشفه قوي. لازم تخرطها رفيع رفيع وتغليها. ده استخدام مع الطبيخ، جميله جدا جدا، وتشترى كده حلو، مش بذور ولا ابصال. لا بقى انت ممكن تاخد، بص انت ممكن تاخد الجدر تحطه يطلع تاني. ايوه، انت ده عباره عن ايه؟ دي عباره عن واحده من دول من سنتين، وبتقعد تطلع بقى على طول. أوكي. بلا توقف. بس الاحلى بقى، انا النهارده مش عايز اشيل دي وعايز اشتغل. احلى شاي تشربه واحلى ميه تشربها قبل ما تنام اهي. ميه مغليه وتروح حاطط ده فيها. اوكي. الهدوء النفسي والفيتامينات. ليمون جراس هدوء نفسي. بص احنا كلنا هوبا، الليمون ده ليمون جراس يا جماعه، تعملوه زي ما هو بيعملوا كده. شم. وده ايه؟ تدلق عليه ميه مغليه ولا تغليه؟ اغلي، طلع كل الزيوت اللي جواه وتشربه واشرب الميه دي قبل ما تنام، وشوف هتفرق في صدرك ازاي، وتعمل كل حاجه. خدها زي ما هي كده واقفلها كده زي ما انا وريتك، وارميها في شوربه فراخ، ارميها على شويه شوربه سمك. بص، سمك ابيض مش الصياديه بقى. شوربه بيضه من اللي هي بتتعمل سي فود، وارمي فيها حزمه من دول كده زي ما هي كده. شوف الفرق راح فين، صفرتك على طول. انبليفبل. اوكي. خدها زي ما هي. الورق ده كده لما هتقصه ده هيطلع اكتر. اوكي. هتقص الورق ده ونشفه. بتقصه مش من حته معينه، من اي حته من فوق. أوكي. انا بسيب بس القلب النامي، ما انا مفيش داعي ان انا اجي اقص يعني على القلب. اوكي. انا ببص من فوق اهو، بقلمها. ده ريحتها قويه دلوقتي، بقى ريحتها قويه قوي جدا. اغليها واشرب. خدها دقها بايد الهون. اوكي. فدغها يعني. وارميها في اي حاجه تشتغل معاك زي الفل. التكاثر بتاعها اسهل حاجه في الدنيا، زي ما انا عملت كده. ميتها كل قد ايه؟ هفسخها. بص هي اهي، هروح عامل كده اهو. شوف انا شديت اهو. اهي. مش دي ليمون جراس؟ مش ده جدر؟ حطها كده تطلع تاني. خلاص انتهينا اهو. ولا لازم تحط في ميه الاول؟ لا ميه. طيب. مين اهي؟ ليمون جراس بيحب الميه ولا لا؟ بيحب الميه لان هو زي الاعشاب، ولكن مش بكثره قوي. يعني في الصيف كل قد ايه؟ في الصيف كل يوم. في البوتس. في البوت بتاعه كل يوم. اوكي. وفي الشتاء؟ في الشتاء كل 3 ايام. وبرضه يتحط له الان بي كي والكلام ده كله، اللي هو المغذيات وكل ده. طبعا. اوكي. اي زرع في الدنيا هتحط له مغذيات هينبسط منك قوي قوي قوي، ويقول لك وهيدعي لي، صح؟ عبد العزيز بيبص عليا دي هنزرعها، ما انا عارف. خلصنا الليمون جراس. الحلقه اللي جايه على حاجه تانية بنستعملها في المطبخ.
بصي مش عايز يديني لا والله مش هديها عايز لك، بس يديهم، بص، خدوا مني. انا هديها له يا جماعه والله، بس انا هعمل له بوكيه. تابعونا بقى سواء على الفيسبوك او على انستجرام او على تيك توك او على يوتيوب، مراد مكرم الرسمي. هتلاقوا الحلقات الصغيره دي انا وصديقي محمد شردي بنقول لكم تقدروا تزرعوا ايه وتجيبوه منين وتستخدموه ازاي في اكلكم.